يا مساء الورد والفل والياسمين على حبايب قلبي وحبايب واقعية. أصعب إحساس ممكن يحس بيه البني آدم هو التوهان، إنك تحس إنك تايه في الدنيا، ماشي وخطوتك مش واثق فيها، كل طريق بيبان شبه التاني، ومفيش حاجة بتشدك لأي اتجاه، ولا لاقي بر ترسى عليه، ولا حتى إيد تطبطب عليك، ولا حد يفهمك من غير ما تحكي. الوجع مش دايما من الألم نفسه، أوقات الوجع بيجي من الوحدة اللي بتحس بيها وانت بتتألم. والمشكلة إنك بتبقى مش عارف حتى تعبر، لأنك مش عارف تحدد أنت موجوع من إيه ولا ليه. الناس فاكرة إن التوهان ضعف، لكن الحقيقة إن التوهان بيجي بعد قوة كبيرة جدا بذلتها علشان تكمل، وبعد ما استهلكت طاقتك في محاولات كتير وجربت طرق أكتر لحد ما لقيت نفسك واقف لوحدك، مش عارف تبدأ منين ولا تروح فين. لكن دايما حتى لو حسيت إن الدنيا قفلت، افتكر إن في باب صغير مستنيك تفتحه، باب جواه طاقة أمل بسيطة ممكن تبقى بداية النور. التوهان مش دايم، واللي بيحب يدور على نفسه بصدق هيلاقيها، حتى لو بعد وقت طويل. وكل لحظة تايه فيها بتعلمك وبتقويك أكتر من أي طريق واضح كنت ماشي فيه. وعايزة أقول لكم إنكم وحشتوني جدا 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 من قصتنا اللي فاتت، وجايه لكم النهاردة بقصة مميزة بقلم الكاتبة المبدعة مي محمد إبراهيم. بس قبل ما نبدأ القصة النهاردة، يا ريت تفرحوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بسرعة نترفع 10 درجات في الجنة ونصلي كلنا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نسمي الله ونشوف قصتنا النهاردة بتقول إيه. بصت له ببراءة وهي بتقول بطفولة: عمو، هو احنا هنروح فين؟ بص لها أسد بابتسامة وقال: هنروح في مكان حلو قوي يا حبيبة عمو. نجمة بسعادة: هيكون في ملاهي ولعب كتير صح؟ صح يا حبيبتي. طب هو بابي ما جاش معانا ليه؟ مفيش بابي من النهاردة، فاهمة؟ خافت جدا من زعيقه فيها. لا أنا عايزة بابي، قالت كده ووقفت في نص الشارع بعند طفولي وهي مربعة ايديها. حاول الأسد إن هو يهدي نفسه وقرب منها وقال: هو مش بابي ده وحش وبيضربك كل يوم ومش بيخليك تروحي الملاهي ولا بيجيبلك حاجات حلوة؟ ايه رأيك تعيشي معايا وانا هجيبلك حاجات حلوة كتير وكل حاجة نفسك فيها؟ بصت له نجمة بعيونها الواسعة وقالت بسعادة: بجد يا عمو؟ ايوه يا قلب عمو. اترمت في احضانه وهي بتصرخ بسعادة كبيرة وبسته من خده. خلاص يا عمو، انت هتبقى بابي، بس زي ما قلتلي هتجيبلي كل حاجة انا عاوزاها. ماشي يا بابي؟ شالها على دراعه وقال بضحك: لا بابي ايه، انا صغير على الكلام ده انا يا دوب 16 سنة. بصي، انت قولي لي ابي اسد او اسد اللي يعجبك. حاضر يا ابي. مشي بيها اسد لحد ما وصل قدام بيته. كان بيت قديم شوية وصغير. كانت قاعدة والدته في الصالة واتصدمت لما شافته مع بنت صغيرة. مين دي يا اسد يا ابني؟ دي بنت عم احمد. يا نهار اسود، وانت جايبها هنا ليه؟ ده لو عرف هيطربق الدنيا فوق دماغنا اكتر ما هي متطربقه. اسد بجمود: وهو ايه اللي هيعرفوا انها معانا؟ خديها بس نيميها وانا هقولك على كل حاجه. هزت بسمه راسها وقربت من نجمه وقالت بحنان: تعالي يا حبيبتي، تعالي معايا يلا عشان تنامي. بصت نجمه الاسد بعيونها الواسعه: هروح معاها يا ابي؟ روحي معاها يا قلب ابي. راحت نجمه مع بسمه وبسمه نيمتها ورجعت لاسد تاني وقالت بحده: هيا بقى، عاوزة أفهم دلوقتي أنت جايبها هنا ليه؟ عشان أحرق قلبه زي ما بهدلنا في الشوارع كده وخد ورثنا كله. يا ابني استهدى بالله كده، دي بنت صغيرة وملهاش دعوة بكل ده. دي بتقولك يا أبي يعني شايفة فيك الأمان والدفى والسند، وأنت تخطفها من أهلها؟ رجعها يا ابني، وإحنا كده كده استعوضنا ورثنا، بلاش نبقى سبب في أذية طفلة. ومين قالك إن إحنا هنكون سبب أذيتها؟ هي هتعيش هنا ملكة، هتتعامل أحسن معاملة وطلباتها كلها هتبقى مجابة. وهو احنا حالتنا حاجة يا ابني عشان تصرف عليها؟ احنا بناكل بالعافية من بعد ما أبوها خد كل ورثنا. أنا هشتغل ليل ونهار لحد ما بقى أغنى من أبوها، وساعتها بقى وعد مني ورثنا وكل حاجة لينا هترجع. بس من غير بس يا أمي، أنا قلت اللي عندي، نجمة هتعيش معانا. أنا أصلا كنت هوديها لأي دار أيتام بس بعدها ما قدرتش. خلاص يا ابني،
بس لازم ننقل من هنا عشان لو ابوها شك فينا. ما تقلقيش يا امي، انا عامل حساب كل حاجه. في قصر الحديدي كانت واقفه هدى وهي بتلطم. مش لاقيه البنت يا احمد، بنتي مش لاقياها، هاتلي بنتي بالله عليك. اهدي بس يا هدى، ان شاء الله هنلاقيها. كله منك انت، ده ذنب ابن اخوك وامه اللي اكلت ورثهم. ما تقوليش ورثهم، ده حقي انا وفلوسي. وبعدين هو انت كنت عاوزانا نعيش في بيت قديم زي ما كنا؟ طب بذمتك مش عاجباكي العيشه دي؟ خليهم بقى هما يشوفوا شويه من اللي احنا شفناه. حرام عليك، ده تعب اخوك وهو تعب عشان يعمل كل ده، وتيجي انت على الجاهز كده تاخده كله وتمضيه على تنازل بكل حاجه. بقولك ايه، ما تاكليش دماغي. لو مش عاجبك غوري امشي، وانا هتجوز ستك. انا عاوزه بنتي وهمشي من هنا، بس بالله عليك هاتلي بنتي. خلاص خلاص، ما توجعيش دماغي، انا هبعت رجالتي تدور عليها في كل مكان. صحيت من نومها وما لقيتش حد جنبها. دموعها نزلت بخوف وضمت نفسها وهي بتعيط بصوت عالي. كان رايح اوضته، فجأة سمع صوت عياطها. دخل بسرعة الأوضة وراح ناحيتها بلهفة وسحبها لحضنه. مالك بس بتعيطي ليه؟ أنا صحيت ما لقيتكش جنبي، وأنا بخاف أنام لوحدي، ومامي دايما كانت بتنام جنبي. خلاص يا حبيبتي، أنا جنبك أهو، وهنام جنبك على طول. نامت في حضنه وقالت ببراءة: يعني مش هتخلي أبو رجل مسلوخة اللي في الدولاب ياكلني؟ انت بتضحك عليا يا أبي؟ لا يا حبيبة أبي، مش بضحك عليكي. حضنك حلو قوي يا أبي، أنا هنام في حضنك على طول. مسح على شعرها بحنان: وأنا مش هخرجك منه يا قلب وروح أبي. وبعد مرور عدة سنوات اتسحبت نجمة بهدوء شديد ودخلت أوضته وهي بتمشي على طراطيف صوابعها. قربت منه بهدوء ونامت جنبه ودخلت في حضنه. شاهد لما حست بإيده بتتلف حوالين وسطها، وسمعت صوت الرجول المهلك اللي بتعشقه وهو بيقول: هو احنا مش هنبطل حركات العيال دي؟ أنا مش قلتلك ممنوع تنامي جنبي أو إنك تدخلي أوضتي أصلا؟ كشرت ببراءة وقالت: بس انت برضو عارف يا أبي إني ما بعرفش أنام غير في حضنك، أنا ماليش غيرك. مسح على شعرها بحنان وقال: وبرضو مش قلتلك بلاش أبي دي تاني؟ أنا عارف إن احنا ملناش غير بعض، بس كده مش هينفع. افرضي دلوقتي إن عايزة أتجوز، هينفع بعدها تنامي في حضني؟ فأنا عاوزة أعودك من دلوقتي. نجمة بغضب: وانت هتتجوز ليه يا سي أبي؟ ما أنا وماما بسمة بنعمل لك الأكل، وأنا بروق لك أوضتك وبحضر لك هدومك، يبقى مش لازم تتجوز. وكملت بدموع وقهرة: انت عاوز تتجوز عشان تجيب أطفال وتسيبني وترميني زي بابا وماما الحقيقيين؟ وانت أخدتني وربتني، وانت دلوقتي كمان هترميني زيهم؟ ما أقدرش أسيبك ولا أقدر أرميكي، انت كل حياتي يا نجمة. انت عارفة انت جيتيلي في وقت حياتي فيه كانت متدمرة وكانت مليانة ضلمة، جيتي زي النجمة اللي نورت حياتي. وبعدين يا هبلة، هو في حد برضه يستغنى عن روحه؟ نجمة بفرحة وعينيها بتلمع بعشق خفي: بجد يا أبي أنا روحك؟ انت روحي وقلبي وكل حاجة في حياتي. طب بما اني روحك وقلبك وكل حاجة في حياتك، فانت أكيد يعني مش هترفض لي طلب، صح؟ ده على حسب الطلب، وأظن طالما قلت كده يبقى انت عارفة ومتأكدة إن هرفض ومش هوافق. أنا عاوزة أطلع رحلة مع صحابي، انت مش بتخليني أخرج معاهم خالص، وأنا بجد زهقت. اتنفض من مكانه وأمن على السرير بعصبية: هو أنا مش قلت 100 مرة خروج أو رحلات ممنوع غير وانت معايا؟ وبرضه بترجعي تفتحي معايا الموضوع ده تاني؟ يو بقى يا أبيه، انت حابسني في البيت، ما بتخلينيش أخرج ولا أروح في أي حتة، ده حتى الجامعة بتخليني أروح على الامتحانات، بس أنا زهقت من الخنقة دي. مسك دراعها بعنف وهو بيقول: لا بقى، انت في حد لعبلك في دماغك؟ انطقي يا بت وقولي مين اللي حفظك الكلمتين دول وجايه تقوليهم. محدش حفظني حاجة، بس أنا زهقت، أنا نفسي أخرج زي أصحابي وألبس براحتي وأخرج وأحط ميك اب زي البنات. هو أنا مش زي البنات ومن حق إني أعمل كده؟ أيوة أنت مش زي البنات، وحذاري يا نجمة تجيبيلي سيرة الخروج دي تاني، فاهمة؟ خرجت من الأوضة وهي بتعيط، دخلت أوضتها واترمت على السرير وفضلت تبكي وهي بتحاول تكتم صوت عياطها. دخلت بسمة واتنهدت بتعب وقربت منها بحنان وطبطبت عليها: ما أنا قلتلك يا بنتي مش هيوافق، وانت عارفة إن هو مش هيوافق.
هو مين عشان يقيد حريتي كده؟ هو يعني عشان هو اللي رباني بعد ما أهلي رموني هيتحكم فيا؟ بس ماشي، بكرة هتجوز ومش هيبقى له حق حكم عليا، وهعمل كل حاجة أنا عاوزاها. كان بيسمع كلامها ده وعينه حمرة من كتر الغضب، ودخل بكل همجية وقال: بعد إذنك يا أمي اطلعي بره. اهدى بس يا ابني، ده عيلة صغيرة، ما تاخدش على كلامها. قلتلك يا أمي اخرجي بعد إذنك، أنا حر فيها وهعرف أربيها بمعرفتي. اتنهدت بسمة وطلعت من الأوضة تحت نظرات نجمة اللي بتترجاها ما تطلعش وتسيبها. راح أسد قفل الباب بعد ما خرجت بسمة، رجع وبصلها وما لقاهاش في مكانها، وسمع صوت قفل باب الحمام. راح ناحية الباب وخبط جامد: افتحي يا نجمة حالا عشان ما اكسروش فوق دماغك. لا أنا مش هفتح. ابتسم بشر وضرب الباب بكتفه والباب اتكسر. صرخت نجمة بخوف وهي شايفاه بيقرب منها بهدوء مميت. نجمة وهي بترجع لورا: أنا آسفة، والله ما كنت أقصد اللي قلته، أنا بس صرخت بوجع لما دخل في رجلها حتة إزاز وكانت على الأرض. قرب منها بلهفة وقال: مالك يا نجمة، إيه اللي بيوجعك يا حبيبتي؟ نزلت دموع نجمة وهي بتشاور له على رجليها: في حاجة دخلت في رجلي. شالها من إيده وخرج بيها على الحمام وحطها على السرير بكل هدوء. مسك رجليها بألم لما شاف الدم نازل منها، وفي لحظة مفاجأة منه شد حتة الإزاز من رجليها. صرخت نجمة بوجع شديد فقال بأسف: معلش يا حبيبتي، بس كان لازم أشيلها. استني بس، هجيب علبة الأسعافات عشان أعقم لك الجرح. لا شكرا، أنا مش عايزة منك حاجة. حاوط وشها بين إيده وهو بيقول: وهو مين اللي المفروض يزعل دلوقتي؟ أنا طبعا. هو أنت مش شايف إن أنا اتعورت بسببك ورجلي بتنزف دم كتير؟ أنا السبب؟ مش أنت اللي قعدت تهرتلي بالكلام وتقولي كلام عبيط شبهك، ودخلت الحمام وقفلت الباب عليكي وعورت رجليكي بسبب استهتارك ده، وفي الآخر أنا السبب؟ أيوة أنت السبب. لو ما كنتش خفت منك وزعقتلي ما كنتش دخلت الحمام أصلا وتعورت. شدها الحضن بقوة وقال بحنان: خلاص يا حبيبتي، اعتبريني أنا اللي غلطان وأنا الوحش، بس مش عاوزك تخافي مني تاني. طب هتسيبني أروح الرحلة مع صحابي؟ هو احنا مش هنخلص من الموضوع ده؟ أنا قلتها لك وهرجع أقولها لك تاني: خروج بره البيت ممنوع غير في الامتحانات بتاعتك. طب بص، طالما مش عايزني أخرج مع صحابي خلاص مش هخرج، بس خرجني انت شوية، أنا زهقت من القعدة في البيت. هفكر في الموضوع ده بعدين، بس كل اللي عايزك تفهميه إني خايف عليكي. انت لسه صغيرة ومش فاهمة العالم صح. بره في وحوش، ومش وحوش بالمعنى اللي انت فاهماه في دماغك، لا، وحوش على هيئة بشر، وانا مش عاوز حد يأذيكي يا قلب أبيه. حضنته نجمة وهي بتحط راسها على صدره: انا عارفة انك خايف عليا، بس انا بدأت احس اني في سجن ونفسي اخرج قوي. خلاص يا حبيبتي، انا هاخدك بكرة واخرجك عشان ما تقوليش ان انا ساكنة. بسيته من خده بسعادة: ربنا يخليك ليا يا احلى أبي في الدنيا. هو انا مش قلتلك بلاش أبي دي؟ اسمي أسد، أسد وبس. قال كده وما قدرش يتحكم في نفسه من قربه ليها، وبسى بعمق من شفايفها. فتحت عينيها بصدمة وهي مش مصدقة اللي هو عمله. حاولت تبعد لكنه كان ماسكها بقوة، وبعد شوية بعد عنها أسد لما حس بنفسها بيقل. حط جبينه على جبينها: أنا آسف يا قلب أبيه، أنا معرفش أنا عملت كده إزاي. نجمة وهي بتبعد عنه وخدودها حمرا: بعد إذنك يا بابا، أنا عاوزة أنام، ممكن تخرج برا؟ اتنهد وطلع برا وهو مش عارف هو ازاي ضعف قدامها بالشكل ده. رن تليفونه وكان واحد من حراسه. رد ببرود وقال: هيطمني ايه الأخبار؟ هو قاعد يا باشا في الشركة ومستنيك. تمام قوي، خلي بقى مستني لحد ما اجي. تمام يا باشا. وبعد شوية في الشركة بتاعت أسد كان قاعد قدامه وهو حاطط رجل على رجل وقلبه برود: سمعني كده، انت عاوز ايه؟ عاوزك تسلفني عشان عليا ديون كتير قوي وممكن اتحبس. وانا سلفك بتاع ايه؟ انت مش فاكر لما رميتني انا وامي بره بيتنا واستوليت على كل حاجه؟ بس كل اللي عايز اعرفه انت ازاي عرفت تمضي ابويا وتخليه يكتب لك كل حاجه باسمك؟ هو اللي كتبها لي من نفسه، انا ما اجبرتوش على حاجه. بس كده بقى مش هديك حاجه، روح شوف حد تاني بقى تستلف منه يا شحات. لا بالله عليك يا ابني، محدش هيرضى يسلفني غيرك انت. ابوس ايدك، انا ممكن ادخل السجن، انا جاي لك وندمان على كل حاجه عملتها، ولو رجع بيا الزمن تاني مستحيل اعمل كده. سامعك، اتكلم بقى، مضيت ابويا ازاي؟
في يوم كنت قاعد انا وهو سهرانين مع بعض، وحطيت له دواء في العصير ما يخلوش يركز في اي حاجه، ولما المفعول اشتغل بدأ يهرتل بالكلام. خليته يمضي كل حاجه باسمي. يا كلب، انا كنت واثق ومتأكد ان ابويا مستحيل يعمل كده، وانك عملت حاجه شبهك، بس انت عارف باللي عملته ده خليت عندي اصرار كبير ان انا انجح، وبدل الشركه اللي انت اخدتها بقى عندي مجموعه شركات، وخليت شركتك تفلس اللي هي كانت بمجهود ابويا. انا هديك المبلغ اللي انت عايزه عشان تسدد بيه ديونك، بس عاوزك تختفي من مصر نهائيا، تسافر بره، تروح في اي حته، المهم ما تقعدش في مصر ثانيه واحده. اللي انت عايزه يا ابني، بس اهم حاجه سدد الديون. انا مش ابنك، انا اسد باشا اللي هيتكرم على شحات زيك ويديله فلوس يسدد ديونه. حس احمد بالاهانه جدا ومعرفش يرد عليه. قام اسد من مكتبه وراح ناحيه الخزنه بتاعته وفتحها وطلع منها مبلغ كبير ورماه على الارض. وطي وخد الفلوس. ليه كده يا ابني؟ ده انا حتى عمك اخو ابوك، انت مش عمي. ده واحد زباله طمع في فلوس ابويا وخدها لنفسه، وخلاني انا وامي نتشرد في الشوارع. حقك عليا يا ابني، انا عارف ان مهما قلت مش هتسامحني، بس انا الطمع والفلوس كانت مزغلله عيني. بس عاوز منك طلب تاني، وهخرج بره البلد خالص، واوعدك مش هتشوف وشي تاني. اخلص قول عايز ايه، مش فاضيلك. بصراحه كده يا ابني، عاوزك تدور لي على بنتي نجمه. انت عارف ان هي ضايعه مني بقالها سنين، وانا دورت عليها كتير بس ما لقيتهاش، وغلاوه ابوك عندك لا تدور لي عليها. نفسي اشوفها قبل ما اموت. انا عارف ان ربنا خدها مني بسبب اللي عملته فيك، بس انا بطلب منك انك تلاقيها، وصدقني مش هنسى معروفك ده لاخر يوم في عمري. نجمه مش هتلاقيها ابدا، ويا ريت تنساها عشان وربي وما اعبد ما هتلاقيها ولا هتاخدها. مالك يا ابني، انت انفعلت كده ليه؟ وليه مش هلاقيها؟ يمكن ربنا يسامحني والاقيها. مفيش، بس انا عرفت بعد ما هي اختفت انها عملت حادثه وماتت. ماتت؟ طب ازاي؟ ما انا قلت لك عملت حادثه. كان عندي امل ان الاقيها، بس الحمد لله على كل حال. خد فلوسك وامشي بقى. وطى وخد الفلوس بانكسار ومشي ودموعه على خدته. مسك اسد تليفونه ورن على بسمه. نجمه عامله ايه يا امي؟ مالها يا ابني، هي تعبانه ولا ايه؟ لا بس كنت بسأل يعني عشان لما اتخانقنا وكده. انت عارف انها ما تقدرش تزعل منك، بس انت يا ابني برضو لازم تفك عليها شويه. هي من حقها تخرج وتعيش زي البنات. بعد اذنك يا امي، ما تتدخليش في تربيتي ليها، انا عارف مصلحتها كويس. ربنا يهديك يا ابني وينور بصيرتك. اسيبك انا بقى عشان تكمل شغل. تمام يا امي، سلام. كانت نجمه قاعده في اوضتها وهي حاطه ايديها على بقها مش مصدقه اللي هو عمله. رن تليفونها برقم ياسمين صاحبتها والبيست فريند. فردت وهي بتقول بحماس: بنتي يا ياسمين، عارفه ايه اللي حصل معايا النهارده؟ حصل ايه؟ قولي لي بسرعه. اسد بسني. ياسمين بملل: يا بنتي ما هو بيبوسك على طول، ايه الجديد يعني؟ لا انت مش فاهمه، هو بسني من بقي. لا بجد ما تهزريش. ايوه والله، هو كده بيحبني صح؟ استني بس قوليلي، انت عملتي ايه لما هو عمل كده؟ قلت له يطلع من الاوضه عشان عايزه انام. جدع يا بت، اوعي تبيني قدامه ان انت مدلوقه عليه، بس برضه مش عاوزاكي يعني تتقلي عليه قوي لدرجه ان هو يطفش منك. انا مش فاهمه دلوقتي، ادلق عليه ولا اتقل عليه ولا اعمل ايه بالظبط؟ بصي يا ستي، انت هتمشي معاه بمبدأ شوق ولا تدوق. ازاي يعني؟ مش فاهمه. بصي يا ستي، اولا كده بيجامات الكرتون اللي عندك دي ترميها خالص، ما بقاش ليها لازمه. لازم تباني قدامه كده انك خلاص كبرتي وما بقيتيش الطفله الصغيره اللي هو مربيها. ده اولا. ثانيا بقى، وده الاهم، تجيبي لبس جديد كده بتاع كبار، مش ميكي ماوس اللي بتجيبيه ده، وتقربي منه بدلع كده وتدلعي عليه، بس طبعا من غير ما تخليه يقرب منك. لا طبعا، انا مستحيل اعمل كده، كده عيب. براحتك، بس لما تيجي بقى واحده تانية وتاخده منك على الجاهز وتعمل كده يبقى ما تلوميش غير نفسك. طب هو مفيش حل غير كده؟ ايوه، خلاص هحاول. وكده كده هو قال لي انه هيخرجني بكره. ايوه بقى، عاوزاكي تستغلي الفرصه وتقربي منه، واهم حاجه تشتري اللبس اللي قلتلك عليه. خلاص ماشي، سلام بقى عشان عاوزه انام. سلام يا حبي. قفلت نجمه مع ياسمين وهي بتفكر هتعمل ايه بكره. حضنت المخده بسعاده كبيره، وخدتها احمرت بكسوف لما افتكرت انه بسها،
وبعد شوية راحت في نوم عميق. في نص الليل دخل أسد أوضتها وقرب منها بهدوء، وهو بيتفحص ملامحها البريئة. قرب منها بحب وهو بيبص لها بعش. خرج من الأوضة بسرعة خوفا من مشاعره اللي ما بقاش عارف يتحكم فيها الفترة دي نهائي. وتاني يوم صحت نجمة بكل نشاط على غير العادة يعني. قامت بسرعة ودخلت الحمام واخدت شاور ولبست سلوبيتا جينز وحطت كحل وليب جلاس. ابتسمت بسعادة ونزلت بسرعة على السلم وهي بتجري، وكانت بسمة وأسد قاعدين على الفطار وكانوا مستنيينها. بالراحة يا بنتي كده هتقعي، يلا يا أبي بقى عشان تخرجني زي ما وعدتني. بصلها أسد وعينه بتلمع بعش، لكن نظراته اتحولت لغضب شديد لما شاف اللي حطاه في وشها. صرخ فيها بحدة وهو بيقول: القرف اللي انت حطاه في وشك ده كحل وليب جلاس بس. ما انا عارف انه زفت، القرف ده يتمسح حالا. هي عينيك وشفايفك ناقصين؟ بس من غير بس، اللي قلته يتنفس حالا. طلعت لأوضتها وهي بتدبدب برجلها على الأرض. لا يا ابني خف على البنت شوية، ده انت حتى وانت رايح تخرج بتنكد عليها. هو انت فاكراني بقرون يعني عشان اخليها تخرج بالقرف اللي هي حطاه ده، وكل اللي رايح واللي جاي يبص عليها؟ مش كفايه جمالها الملفت اللي من غير اي حاجه اصلا؟ ده انت بقى غيران عليها قوي مش كده؟ طبيعه غير عليها، مش بنتي وانا اللي مربيها. لا مش بنتك يا أسد، وانا وانت عارفين كويس انك مش بتعاملها على اساس انها بنتك. ففوق لنفسك وحط النقط على الحروف عشان ما تجيش فجأة وكل حاجة تقع على دماغك. انا عارف انا بعمل ايه كويس، وقفلي بقى على الموضوع ده عشان زمانها جايه. وفعلا نجمة نزلت بعد ما اشترت اللي كانت حاطاه على وشها. شفتي بقى انك مش محتاجه حاجه، انت قمر من غير القرف ده. صح يا أبي، يلا بقى عشان نلحق اليوم من أوله، عشان عاوزة أروح أماكن كتير قوي. طب يا حبيبتي مش تاكلي الأول؟ لا 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 لا، هنفطر بره. مسك أسد إيديها وهو بيقول بحب: من عيوني، اللي تأمري بيه يبقى كله مجاب. حضنته بسعادة وهو ضمها ليه بقوة، وما كانش عاوز يبعد عنها، بس مضطر إنه يبعد عنها عشان ما تحسش بأي حاجة. خرجوا هما الاتنين وراحوا مطعم على البحر عشان نجمة تفطر. نجمة والأكل في بقها: مش هتاكل معايا يا أبي؟ لا يا حبيبتي، أنا أكلت في البيت ومش جعان. مسكت نجمة المعلقة وحطتها قدام بقه. طب كل دي عشاني. ابتسم وأكل من إيديها وهي كملت أكلها وهي حاسة بسعادة كبيرة. في الوقت ده كان معدي أحمد وشاف أسد ومعاه بنت ملامحها ما كانتش ظاهرة ليه عشان هو بعيد عنهم. ابتسم وقرب منهم بهدوء وقال: ازيك يا أسد يا ابني؟ شحب وش أسد بقوة لما شاف أحمد. حاول يهدى وقال ما بين أسنانه: هو أنا مش قلت تسافر بره البلد تقوم أشوفكش تاني؟ أصل ميعاد الطيارة لسه الأسبوع الجاي، وأنا شفتك يعني قاعد مع خطيبتك، قلت أجي أسلم عليك. بس أنا مش خطيبته يا عمو، هو يبقى بابي. بصلها أحمد وهو بيشبه على ملامحها وقال باستغراب: أبوك إزاي مش فاهم؟ على حد علمي إن هو مش متجوز. لا لا لا، أنت مش فاهم يا عمي، هو بابي بس مش بابي، هو اللي مربيني يعني. يلا يا نجمة عشان المكان مش مناسب لينا في وجود الأشكال دي. قال كده وسحبها من إيديها ومشي بكل غضب. بص أحمد لطفهم وهو حاسس إنه يعرف نجمة من زمان. دي شبه نجمة بنتي قوي، نفس العيون والشعر وكل حاجة. أكيد أنا حاسس إنها شبه نجمة بنتي عشان مفتقدها يعني، ولسه مش مصدق إني خلاص مش هلاقيها. لا، أنا حاسس كده إن في حاجة غلط، أنا لازم أمشي وراهم وأعرف كل حاجة. خرجوا هما الاتنين من المطعم. فقالت نجمة باستغراب: في إيه يا أبي؟ هو حضرتك متضايق ليه؟ هو أنا مش قلتلك أنت ما تقوليش أبي تاني؟ أنا اسمي أسد، مفهوم؟ حاضر يا أسد، بس هو في حاجة؟ مسح على وشه بعصبية شديدة: لا مفيش، ويلا عشان نروح. لا والنبي يا أبي، أنا ما صدقت إنك تخرجني. بصلها أسد ولقى عينيها مليانة دموع وعلى وشك إنها تبكي. فقال بحنان: خلاص حاضر بس ما تعيطيش، انت عارفة إن ما بقدرش أشوف دموعك. حضنته بسعادة كبيرة وقالت: أنا بحبك قوي يا أسد، ونفسي أنت كمان تحبني. طب ما أنا بحبك قوي، هو أنا ليا حد غيرك عشان أحبه؟ نجمة في سرها: بس أنا مش بحبك الحب ده يا أسد، أنا بحبك بجد ونفسي تحس بقلبي اللي متعلق بيه. فات من سرحانة على صوت أسد: هاي يا حبيبتي، عاوزة تخرجي فين بقى؟ عاوزة أروح الملاهي، وبعدها نروح المول عشان عاوزة أشتري هدوم جديدة، وبعدها بقى نروح أي مطعم نتغدى فيه، وبعدها نقعد على البحر ونشوف الغروب سوا. من عيوني، كل اللي تأمري بيه
يتنفس حالا. وفعلا أسد خدها وراحوا الملاهي، ونجمة ركبت كل الألعاب بسعادة كبيرة، ودخل أسد يلعب معاها. ولأول مرة أسد يحس إنه رجع طفل صغير مش شايل هم أي حاجة. ركبوا العربية بعد ما طلعوا من الملاهي، فقال أسد: ها بقى، عاوزة تروحي فين تاني؟ عاوزة أروح أجيب هدوم جديدة. تمام، بس أنا اللي هختار لك هدومك. لا 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 لا، أنا عاوزة أختارها المرة دي، بليز يا أسد. ماشي يا ستي، مش هزعلك، بس أهم حاجة ما تجيبش هدوم قصيرة أو ضيقة عشان ما تربقش الدنيا على دماغك. لا لا، ما تقلقش، هجيب هدوم طويلة وواسعة. شطورة يا حبيبتي. قال كده وشغل العربية وراح للمول. وقف العربية قدام المول، ونزلت نجمة وقالت: خليك هنا بقى انت يا أبي، وأنا هروح أشتري واجي. طلع لها الفيزا بتاعته وقال: طب خد الفيزا، ولا هتشتري ازاي أذكى اخواتك؟ نسيت. وخدت منه الفيزا ودخلت المول بسعادة كبيرة. ودخلت المول واتصلت بياسمين، وفتحت لها الكاميرا عشان تختار معاها الهدوم. فجأة ونجمة مندمجة في المكالمة خبطت في حد. بصت له نجمة ولقيته نفس الراجل اللي جه سلم على أسد في المطعم. أنا آسفة يا عمو، والله ما أخدت بالي. ولا يهمك يا حبيبتي، بس أنا ممكن أسألك سؤال يعني لو مش هيضايقك؟ لا طبعا، اتفضل. هو ازاي أسد هو اللي مربيكي؟ يعني انت تقربي له ايه؟ أنا أبقى بنت عمو، وللأسف أهلي رموني وأنا صغيرة، فهو خدني ورباني، وبجد أنا عمري ما لقيت حد أحن منه عليا. طب انت اسمك ايه؟ اسمي نجمة يا عمو. حضنها أحمد بقوة ودموعه نزلت وهو بيقول: لا أنا مش عمو، أنا أبوك يا بنتي. والله دورت عليكي كتير بس ما لقيتكيش. بعدت عنه بخوف وقالت: بعد إذنك ابعد عني وما تقربش مني كده تاني، أنا معرفكش. أحمد بلهفة: أنا أبوك يا نجمة، إزاي مش فاكراني يا حبيبتي؟ أنا مش فاهمة حاجة، ولو أنت أبويا بجد زي ما بتقول فأنا بكرهك عشان رميتني. لا والله أنا ما رميتك، أنت ضعتي مني وأنت صغيرة، وفضلت أدور عليك وما لقيتكيش. إزاي؟ أسد قال لي إن أهلي رموني وأنا صغيرة، وهو خدني عشان يربيني. أنا معرفش هو قال لي كده ليه، بس أنا والله يا بنتي ما رميتكيش. هو في حد بيرمي عياله؟ يعني أنت بابا بجد ومش بتضحك عليا؟ هضحك عليكي ليه يا بنتي؟ أنا بقالي سنين بدور عليكي، ولما كنت عند أسد امبارح وقلت له يدور لي عليكي انفعل وقال لي إني مش هلاقيكي. ولما سألته هو انفعل كده ليه، قال لي: أصلك عملت حادثة ومتي. أسد قال كده؟ طب ليه؟ ما كانش أحمد عارف يقول لها إيه وإيه السبب. في الوقت ده أسد جه وهو بيدور عليها، واتفاجئ لما شافها واقفة مع أحمد وحاضنين بعض. حس بالغيرة بتاكل في قلبه، بس في نفس الوقت قلق جدا لا تكون نجمة عرفت حاجة. حاول يهدى وقرب منهم وقال بحدة: اللي أنا شايفه ده. بعدت نجمة عن أحمد وقربت منه وقالت من غير مقدمات: أبيه، هو الراجل ده بيقول إن هو أبويا صح، وما رمانيش زي ما قلتلي. كور إيده بعصبية شديدة وبص لأحمد بشر وقال: الكلام اللي انت بتقوله ده، انت اتجننت. انا ما اتجننتش، انا قلت لها الحقيقة، بس انا ازاي ما توقعتش ان انت اللي خطفتها. محدش كان لاقي استفادة يخطفها غيرك. بص أسد لنجمة اللي كانت بتبصله برجاء انه ما يكونش عمل كده. خد نفس طويل وقال: وانا هخطف بنتك ليه؟ انا لقيتها وكانت تايهة فخدتها وربيتها. بس انت يا ابي قلتلي ان اهلي رموني. انت مش هتبطل كذب، كل حاجة بانت خلاص، وانا هاخد بنتي ورينا هتعرف تاخدها ازاي. نجمة تبقى مراتي ومحدش هيقدر ياخدها مني، هي تبقى بنتك، وخطفتها منك وهي صغيرة عشان احرق قلبك عليها، بس ما كنتش اعرف ان هي هتبقى الحاجة الحلوة اللي في حياتي. وليه تعمل كده؟ انا عملت لك ايه عشان تحرمني من اهلي كل السنين دي؟ وازاي انا مراتك؟ حكى لها أسد كل حاجة أحمد عملها. أما بقى أنت مراتي إزاي؟ فأنا كنت عامل حسابي اليوم زي ده ومضيتك على ورقة جوازنا مع ورقة تقديمك للكلية عشان محدش يعرف ياخدك مني. يعني كل حاجة في حياتي كانت كده؟ وانت يا أسد انت كنت أبويا وأخويا وحبيبي. أيوة، أنا ما استغربتش إن حبيتك حب الست للراجل. كنت شايفة فيك السند والراجل اللي بجد، لكن انت أكتر حد خدعتني، حتى لو هو خد ورثك زي ما انت بتقول. أنا ذنب إيه؟ أنا كنت لسه صغيرة ومش عارفة حاجة. ليه انت عملت كده؟ أسد وهو بيقرب منها كان لازم أحسسه إن هو خسر زي ما أنا خسرت.
بس اللي ما كنتش أعرفه إن هكسب أحسن إنسانة في الدنيا. أنا حبيتك من أول ما شفتك، كنت عاملة زي النور اللي دخل حياتي، نورت حياتي كلها. اتجوزتك من غير ما تعرفي عشان كنت خايف. أيوة ما تستغربيش، كنت خايف تبعدي عني أو تسيبيني. مش عايزة تبررلي، أنا اكتفيت من الكذب والخداع. أنا دلوقتي هرجع مع بابا ومش عايزة أشوفك تاني. بتحلمي يا نجمة، انت بتحلمي. انت ليا ومش هتبعدي عني ثانية واحدة. قال كده وشالها، وهي فضلت تضرب فيه عشان يسيبها، لكنه كان أقوى منها وراح بيها ناحية العربية وحطها جواها ورزع الباب جامد ولف وقعد جنبها وسأل العربية بجنون. كانت نجمة خايفة جدا ومش عارفة تعمل أي حاجة، خاصة إنها لاحظت إنه ما كانش ماشي في طريق البيت. أنت واخدني فين يا أسد؟ ده مش طريق البيت. خلاص مش عايزة أسمع صوتك خالص بقى. عاوزة تسيبيني وتمشي صح؟ أنا بقى هعرفك تمشي وتسيبيني إزاي. نزلت دموعها بخوف منه وسكتت. وقف أسد العربية في مكان فاضي تماما، مفيهوش لا ناس ولا بيوت إلا بيت واحد بس. نزل من العربية وراح فتح لها الباب من غير أي كلام، وسحبها من إيديها ونزل من العربية وراحوا دخلوا البيت. رزع الباب وراه وقال بشر: سامعيني بقى كده تاني، بتقولي إيه؟ عاوزة تمشي وتسيبيني صح؟ أنا مسك دراعها بعنف وهو بيقول: انت ايه؟ ها انطقي. ده انا اللي مربيكي وحافظك اكتر من نفسك. حبيتك اكتر من نفسي، بقيت بشتغل واجتهد عشان بس اشوفك مرتاحة وعاوزة تسيبيني. طب هو انت عليك ازاي؟ انا بحبك، والله بحبك. انا ممكن اكون اني غلطت لما خطفتك من اهلك، بس غصب عني كنت معمي، وبعدها ما قدرتش ارجعك عشان اتعلقت بيكي. صدقيني يا نجمة، انا ممكن استحمل اي حاجة الا بعدك عني. عاقبيني باي حاجة تحبيها بس وانتي معايا وفي حضني. ولا اقدر ابعد عنك، بس انا مش مستوعبة اللي انت عملته. عمري ما كنت اتخيل انك تكذب عليا وتخدعني. اسد وهو بيحضنها اكتر: اسف، انا عارف انها كلمة مش هتعوضك عن اهلك، بس انا ما اقدرش ابعد عنك. سامحيني. هسامحك بس بشرط. وانا موافق على كل شروطك. تسامح بابا ويجي يعيش معانا ونبقى عيلة واحدة بعيدا عن اي خلافات وطمع. رغم اني ما كنتش ناوي اسامحه خالص، لكن طالما انت اتنازلتي وسامحتيني انا كمان هتنازل واسامحه عشانك وعشان بحبك. وانا كمان بحبك قوي يا اسد، وبجد مش عارفة اوصف حبي ليك ازاي. احضنيني وخليكي في حضني على طول، ما تبعديش عني يا نجمة حياتي. مستحيل ابعد عنك يا اسدي. التنازل مش معناه انك تتعب نفسك او انك دايما تبقى الطرف الضعيف، لا. التنازل الصح في اي علاقة بيبقى تنازل متبادل. ممكن تشوف ان تنازل اسد انه يسامح احمد مش كافي عشان نجمة تسامحه، بس كفاية ان هو تنازل لانه بيحبها. اتنازل وسامح اكتر حد اذاه. وخليكم دايما فاكرين ان العلاقة اللي ما فيهاش تنازلات بين الطرفين بتبقى عاملة زي ساحة الحرب، حتى لو كانوا هما الاتنين بيعشقوا بعض. اما العلاقة اللي بيبقى فيها تنازلات، وبأكد تاني انها من الطرفين، بتبقى انجح علاقة وتمت بحمد الله. باي باي يا حبايب واقعية، وهنتظر رأيكم في الكومنتات.